السلام عليكم. اليوم في شيوة ام وليد راح ندير لكم رز، لكن رز بالخضر. يجي بزاف بنين ويجي خفيف، خاصه كديريه في العشاء، ماشي راح يجي ثقيل على المعده. ان شاء الله راح تستفادوا من هذه الوصفه. واش راح نحتاج؟ انا درت كميه من الجلبانه وزروديه، قطعتها مربعات صغار، فوروهم فقط، ما ديروا لهم والو، لا ملح لا حتى شيء. حكي يطيبوا تسيبوا الزروديه طريه او الجلبانه طابت، نحوهم. راح نحتاجو، انا حنديرها بالطون والفيليت سول، وهذا الطون هذا يبقى اختياري. تقدروا ديروا صدر تاع الدجاج الابيض، يعني تاع الدجاج، تقدروا ديروا الداند، تقدروا ديروا فيونداشي. انا نحبوه حقيقه، يعني نحبوه بالطون. راح نستعمل الرز، انا حنستعمل الأروس البسمتي. كما تقدروا ديروا الرز المفور، راه يتباع، تجي الحبه تاعو صفراء، هذاك ما يتلصقش، لازم الرز اللي ما يلصقش كي تغليه. انا حندير هذا البسمتي، يجي حبه تاعو طويله وبيضاء. كميه من الرز بهذه الطريقه. اذا اول شيء راح نبدا به الخضره، راني فورتها نخليها على جهه. راح نحكم هذا الرز، راح نغليه في الماء والملح. نعاود لك، نغليه في الماء والملح حتى يطيب تماما، يعني كي تذوقيه تصيبيه طايب، طيبيه مليح ونصفوه ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا الان راح نكملوا الكيفيه تاع الرز. اذا ها هو الرز تاعي، بعد ما طاب غلوه في الماء والملح حتى يطيب الحبه، يعني تطيب تماما. نصفوه ونخلوه بجهه. اول شيء راح نبداو به هو اني راح نعمل كميه قليله من الزيت بهذا الشكل. راح نحكم 3 حبيبات تاع البيض او على حسب العائله تاعكم. راح ندير لها شويه تاع الملح، نخلطها. ونقليها عادي في المقله. نقليها عادي. ونخلطو بهذا الشكل باش يتفتت لنا. بهذه الطريقه اول حاجه نبداو بها، كما قلت لكم هذا الرز يجي بزاف خفيف ويجي بنين. نتمنى انكم تجربوه. هكا نبدلوا في الوصفات تاع الرز، وكل مره راح نعطيكم وصفه بالرز. كاين بزاف اللي يحبوا الرز ويحبوا ينوعوا فيه. اذا ها هو البيض تاعي بعد ما طاب، نطيبوه مليح ونقسموه بهذه الطريقه، يعني ما نخلوش اومليت، نقسموه اطراف صغار. اذا راح نحيه نديروه في الطبسيل ونخليه بجهه بهذه الطريقه. اذا واش راح ندير دركا؟ راح ندير مور تاع الزبده او تاع لا مارغرين. هذا الرز يحب الزبده بشويه بزياده، واللي ما يحبش ما يديرش، يدير الزيت فقط. ندير شويه تاع الزيت باش ما تحرقناش الزبده تاعنا. الرز راح يجي بنين بالزبده. اذا هذا الزبده واش راح ندير فيها؟ حبيبه تاع البصل قطعتها رقيقه، يعني اخوات طلبوا مني يعني وصفات مالحه، ان شاء الله نلبيكم الطلب تاعكم، وكل مره نديروا وصفه مالحه سهله. وراح نجهزوا ان شاء الله لشهر رمضان الفضيل. نخلوها تتقلى مليح. اذا هنا بعد ما تقلى البصل تاعي راح نزيد له فيليت سول. انا درت وحده فقط، وكل وحده على حسب العائله تاعها. يطيبوا مع هذاك البصل. كما نعرفوا الحوت يطيب بالخف. كما قلت لكم هذا الطبق تاع الرز اختياري واش ديروا،
يعني ديروا واش تحبوا، حبيتوا الحوت الدجاج الفيونداج ديروا واش تحبوا، لكم الاختيار. انا نعطيكم الفكره وانتم من بعد طبقوها كما حبيتوا وعلى حسب الافراد العائله واش ياكلوا. هنا الحوت تاعنا راه يطيب بالخف. كما نعرفوا انه الحوت ما يديش طياب بزاف، فيلي تصور ولا فيلي بيرلون ولا واش حبيتوا، ليسونسيال فيلي. هنا راح نزيد عليهم هذيك الخضره اللي فورتها اللي هي زروديه والجلبانه. هنا تقدري تزيدي موشطو، يعني تقدري ديري اي خضره تحبيها فوريها بلا ملحه، فوروها فقط. اذا راح نزيد الخضره تاعي يتقلاو كامل في هذيك الزبده. هذيك الزبده راح تعطيها ان غو يعني شباب بنين. اذا في هذا الوقت راح نملحو فقط على حساب هذه الخضره، لانه الرز راه طايب بالماء والملح باش تجينا الخضره بنينه. وشويه تاع الفلفل الحل، فلفل اسود، نقلوهم مليح. اذا هنا راح نزيد عليهم الطون، صفيتهم الزيت، نفتوه شويه يتقلى حتى هو معاهم باش كامل المقادير تاعنا تندمج تولي عندها بنه بنينه. الان راح نزيد لهم المعدنوس، كنت قطعته رقيق يندمجوا الكل مع بعض. الان واش راح نزيد على هذا الخليط، راح نزيد عليهم الرز اللي كنت غليته. وهنا الرز ديري الكميه على حساب الافراد العائله تاعك باش تكفيهم. انا ندير هذا ونشوف. شوفوا الالوان كيفاش يجوا شابين وخفيفه، وجبه يعني بالخف توجد وخفيفه وبنينه. رانا في وقت الجلبانه، ماذا بينا نغتنموا الفرصه ونحضروا بها اطباق. ها هو الرز تاعنا. انا راح اكتفي بهذه الكميه تاع الرز، مش راح نزيد بزاف. راح نزيد عليهم هذاك البيض اللي كنت قليته، نخلط الكل مع بعض. اذا ها هو الرز تاعي واجد، ما خذاش مني وقت كبير. الرز كي تغليه يطيب بالخف، وخضره حتى هي كي تفوريها راح تطيب بالخف. والطبق تاعنا ها هو واجد. نلتقي فيما بعد. اذا الرز تاعي راه واجد، راح نسربي منه. ان شاء الله تكون عجبتكم الكيفيه تاع اليوم، لانها سهله وبنينه في نفس الوقت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ها هو الرز تاعنا، طريقه سهله. اذا ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده سهله، وان شاء الله كل وصفاتنا يكونوا بنان. والى اللقاء.